السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هوريكم السفنج الهايبر، كثافة 45، ارتفاع 25 سنتي. عادة لما بنشتغل الشغل بتاعنا العادي بنشتغل بالكثافة 45، لكن الارتفاع بيبقى 14 سنتي. هنا العميل طالب شغل مميز. الشلتة عندي ارتفاعها 25 سنتي، ده سفنج بس. لسه هيتحط عليها فايبر رول، لسه هيتحط الكسوة والعبك، ولسه هيتحط القماش الخارجي، يعني الارتفاع هيزيد معايا في التشطيب. السفنج الهايبر انا اتكلمت عنه بالتفصيل واتكلمت عن كل مميزاته في الفيديو اللي قبل ده. اللي حابب يرجع للفيديو هيلاقيه موجود على القناة، الفيديو اللي قبل ده على طول. بالنسبة بقى للشغل ده طبعا العميل طالبه، ده شغل يعتبر شغل مخصوص، شغل من شغل المعارض الكبيرة. شغل المعارض الكبيرة لما بيجي عندنا احنا مش بنصوره، المعارض ما بترضاش ان احنا نصور الشغل ونعرضه عندنا. وكذلك شغل المهندسين، بعض المهندسين ما بترضاش تخلي الشغل بتاعها يتصور وينزل عندنا. فبيبقوا طالبين حاجات من هذا القبيل. العميل هنا بقى طلب شغل من نفس الموديلات ونفس الحاجات ديت. طبعا العملاء بتوعنا بنصور شغلهم عادي وبننزله عندنا. الشلتة هنا كانت بالارتفاع اللي انتوا شفتوه والشغل بتاع المعارض دي بيبقى غالي جدا جدا، و يعني بيبقى حاجة كده فخمة. فالخامات والحاجات انتوا هتشوفوها هنا معانا في الطقم ده، لان زي ما قلنا ده عميل عادي، مش معرض ولا مهندس ولا كده عايز يداري شغله او مش عايز يعرف الخبايا بتاعت شغله. الفيديو جاي ان شاء الله هتشوفوا معانا